هنفرح أولادنا ونعمل لهم رجل التلج القمر ده عشان يلعبوا بيه. أول حاجة جبت الكم ده. ده كان معصم عندي، ممكن انتوا تستخدموا أي كم بتاع بادي قديم عندكوا. طبعا هيبقى لونه أبيض. جبته وقصيته زي ما انتوا شفتوا كده، وبعد كده بكشكشه من الحتة اللي فوق دي، وبجيب الخيط وبلفه عليه من فوق من غير خياطة ولا حاجة، بلفه كده وبعمله عقدة في الآخر. بيثبت مفيش أي مشكلة اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هقلبه على الوش بقى بتاعه. بعد كده جبت فايبر، ممكن انتوا تحشيه مثلا رز عادي مفيش مشكلة. انا كان عندي فايبر رحت حطاه. بعد كده هجيب فايبر تاني واحطه عشان الكمية ما كفتنيش يعني. بعد كده هروح قافلاه برضو مكشكشاه برضو كده من تحت، وهروح جايبة الخيط برضو ولفاه عليه. ما تنسونيش يا جماعة تدعموني باللايك والشير عشان تشجعوني ان انا اعمل لكم افكار جديدة حلوة. اهو خلاص كده انا ربطته بالخيط وقطعته بالمقص، بعقده عقدة وخلاص. بعد كده هعمل بقى الوش اللي هو بتاع سنومان. طبعا من فوق بيبقى راسه كده صغيرة، كورة صغيرة، ومن تحت كورة كبيرة، جسمه بيبقى كورة كبيرة. فجبت خيط ولفيته كده اداني الشكل زي ما انتوا شفتوا. بعد كده بقية الحتة اللي انا كنت قصاها من الكم جبتها وهكشكشها برضو من فوق، ونفس الكلام هروح جايبة الخيط ولفاه عليها. دي هتبقى طاقية كده ايس كاب لسنو مان. خلاص كده بظبطه وبجيب الايس كاب واروح ملبسهوله. عسول قوي، الاولاد هيفرحوا بيه جدا. اهو. بعد كده جبت هنا دي شريطة، عندي شريطة حمراء، رحت جايباها قصيت حتة وحطيتها في الايس كاب من فوق، وقصيت حتة طويلة شوية ولفتها لفتين على الرقبة بتاعت سنو مان بتاعت رجل التلج، وهعملها زي سكارف كده عشان هو طبعا بيبقى لابس سكارف. هتبقى لعبة لذيذة قوي بجد. بعد كده جبت خرز اسود ورحت بالكلو لزقاه. اجيب خرزة تانية عشان اعمل العينين. بعد كده جبت خرزة كده بينك، رحت حطاها في المقص، لقيت الموضوع اسهل وانا حطاها في المقص ولزقتها بالمقص احسن. يعني عملت المقص مساكة كده للخرز اهو. هعمل بقى الزراير اللي بتبقى في بطن سنومان من قدام اهو. بصوا، اسيبكم بقى مع القمر ده.